ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تانية إعدادي، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل امتحان على الدرس الأول، درس خلافة أبي بكر الصديق. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. أي من المناطق التالية تم فتحها خلال عهد أبي بكر الصديق؟ هي منطقة الأردن. رقم 2، أول ما قام به الخليفة أبي بكر الصديق بعد تولية الخلافة؟ محاربة الروم في الشام. رقم 3، اتجه جيش المسلمين في عهد الخليفة أبي بكر الصديق لمحاربة الفرس فين يا حبايبي؟ لمحاربة الفرس فين؟ في العراق. احنا نسينا السؤال رقم 3. ترتب على اجتماع المسلمين بسقيفة بني ساعدة 11 هجري أن تكون الخلافة الإسلامية فين؟ في المهاجرين. طبعا 4 احنا قلناها. اتجه جيش المسلمين في عهد الخليفة أبي بكر الصديق لمحاربة الفرس في العراق. السؤال رقم ب، لقد كان حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يفوق كل شيء، لذلك لم يتحملوا خبر موته. في ضوء العبارة السابقة وضح كل من موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب من خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبي بكر الصديق ثبت وصبر وخطب الناس قائلا: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طيب موقف عمر بن الخطاب لم يتحمل وقال إيه؟ وقال: من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه. رقم ج، ما المقصود بكل من الخلفاء الراشدين والشورى؟ زي ما احنا اتفقنا ان المصطلحات مهمة جدا جدا بتيجي في كل امتحان. الخلفاء الراشدين المقصود بها ايه؟ هم من جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا امور المسلمين في ايه؟ في دينهم ودنياهم، وصاروا على نهجه واهتدوا بهديه واستلموا مسيرته في ايه؟ في بناء الدولة الإسلامية. أما مصطلح شورى هو نظام اتبعه المسلمون في ايه؟ في اختيار الخلفاء الراشدين، يقوم على الترشيح والانتخاب. يقوم على ايه حبايبي؟ الترشيح والانتخاب. السؤال رقم 2، من يكون القائد العربي الذي توجه لفتح حمص شمال الشام خلال عهد أبي بكر الصديق؟ أبو عبيدة ابن الجراح. رقم 2، ثاني من تولى قيادة جيوش المسلمين بالشام؟ هو خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد. رقم 3، اختبأ بغار ثور هو والرسول صلى الله عليه وسلم أثناء هجرتهما إلى يثرب؟ أبي بكر الصديق. أبي بكر الصديق. رقم ب، ماذا كان يحدث إذا لم يتخذ الخليفة أبي بكر الصديق موقفا حازما تجاه المرتدين؟ ايه اللي كان هيحصل؟ لم يستقر أمر الدولة الإسلامية وظلت في خطر عظيم. تاني حبايبي، لم يستقر أمر الدولة الإسلامية وظلت في خطر عظيم. رقم ج، حدد عملا تاريخيا واحدا قام به كل من عمرو بن العاص وزيد بن ثابت. عمرو بن العاص قاد جيش المسلمين لفتح القدس خلال عهد أبي بكر الصديق. أما بالنسبة لزيد ابن ثابت هو أحد كتاب الوحي، وكمان جمع القرآن الكريم من يحفظه ووضعه في صحائف بأمر من أبو بكر الصديق. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك والشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.